بيكم في أول حلقة من حلقات فتح عينيك. احنا في كلام عقلين كنا بنقول ازاي تسوق عقلك، ازاي تبقى قائد عقلك. السلسلة دي هتفضل مستمرة عشان تعلمك ازاي تمتلك زمام عقلك، وكمان تقدر تتعامل مع عقول اللي حواليك. طيب السؤال اللي هتبادر لذهن اي حد مركز قوي في التفاصيل، لما انا اسوق عقلي امال انا مين؟ وده هدفي الأساسي من سلسلة فتح عينيك. احنا هنفضل مستمرين زي ما احنا في سلسلة كلام عقلين اللي هي بتستهدف ان الديناميكيات اللي بتحصل جوه عقلك المادي وازاي انت تقودها، وفي نفس الوقت ازاي تعرف تتعامل مع الآخرين اللي هم برضو عبارة عن عقول بشكل كبير. ولكن في فتح عينيك الهدف الرئيسي والتركيز الرئيسي هو ان انت تطور الشخص اللي سايق العقل، اللي ما وراء العقل، اللي قائد العقل، اللي سايق العربية دي اللي هي العقل والجسم. وليه موجود في الحضارة المصرية الكثير من القصص اللي بتوضح لنا ازاي انت تطور الشخص اللي ما وراء العقل وما وراء الجسد، وليه احنا بنطنشها ومش بنسمعها وبنعتبرها ان هي مجرد قصص موجودة في الكتب. هنفتح مع بعض الأسرار اللي موجودة في حضارتنا المصرية القديمة، واللي ناس كتير قوي بتعدي عليها كده مرور الكرام وتفتكر ان هي مجرد قصص كده موجودة في الكتب، او ان هي مجرد رموز كده، وان هم كانوا قال ايه بيعبدوا الاصنام، يعني شوية آلهة على شوية تعاويذ بيقولوها وخلاص بقى ناس عقلها على قدها. والحقيقة ان هم كانوا معديينك جدا بمراحل، ومعديين كمان العقل المتطور اللي دلوقتي عامل كل الأجهزة دي. ليه لحد دلوقتي في تخصص اسمه ايجيبتولوجي؟ ليه في ناس من بره بتبقى متخصصة في علم المصريات؟ عشان كل ما بيكتشفوا فيه حاجة بيروحوا العمق أكتر، بيبقوا شايفين إن هو فيه أسرار أكتر وأكتر تخلي البني آدم ده يوصل لدرجة من التقدم العلمي والطبي والإنساني فعلا ما وراء العقل. اتجمع مجموعة من العلماء المصريات الإيجيبتولوجي في كذا دولة من العالم، من الصين ومن أمريكا ومن بريطانيا، وحاولوا يعملوا مجرد نموذج مصغر للهرم من غير ما يلزقوا القطع بالأسمنت أو بأي وسيلة للبناء. الحقيقة التجربة فشلت لأن هم ما يعرفوش إزاي يحطوا هذه القطع الصخرية الضخمة جنب بعض من غير مادة لاصقة. لحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا للتكنيك، بس للتقنية اللي استخدمت عشان الهرم يفضل ثابت في مكانه كل ده. وده نموذج واحد بس من كل الحضارة العظيمة دي. فركز معايا كده وشوف، ويلا بينا نبتدي أول حلقة فتح عينيك. في كل الحلقات هيبقى معايا الضيف الجميل ده، هو جزء أساسي من الفيديوهات معايا، وهو حورس. اخترت اسم حورس لأنه هو ابن إيست أو إيزيس اللي هي الأم الكونية لينا كلنا، أو الأم الكبيرة لينا كلنا، وأزير الأب الكبير لينا كلنا. الحضارة المصرية القديمة بتحكى إنه الأرض والسماء اللي هم جب ونوت كانوا واحد، حاجة واحدة متحدة مع بعض، وفي اتحادهم ده هم خلفوا بنتين وولدين. البنتين إيست ونفتيس، والولدين أوزير وست. بعد كده اتفصلت السماء نوت عن الأرض جب عن طريق الهواء أو الفضاء الكوني اللي هو اسمه شو في الحضارة المصرية، ونتج عن ده بداية الخلق. وبقى إيست وأوزير ونفتيس وست عايشين مع بعض على الأرض، وحكمت إيست وأوزير مع بعض العدل والحب في مصر وفي العالم، وكان الناس كلها بتحبهم. ولكن يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟